مرحبا بكم في قناة تاليجرام. اليوم في هذا الشرح المفصل غادي نوقفوا عند واحد الموضوع اللي كيخص الملايين ديال المغاربة، موضوع الأجور والتقاعد في المغرب، وبالضبط شنو غيوقع في 2027. غادي نشوفوا بناء على المعطيات والمصادر الرسمية شنو هي الإجراءات والقرارات الحكومية الجديدة اللي جاية في الطريق. هادشي ماشي غير هضرة، بل داخل في تحضيرات مشروع قانون المالية ديال 2027. اجي نفهموا جميع خطوه بخطوه شنو واقع وكيفاش هادشي غيأثر على ارض الواقع بلا ما نزيدوا حتى شي حاجه من عندنا. باش نمشيو دقة دقة وتكون الأمور واضحة، قسمنا هاد الشرح لأربعة ديال المحاور. الأول، مطالب المتقاعدين وتكلفة المعيشة. الثاني، الالتزامات الحكومية والحوار الاجتماعي. الثالث، مشروع قانون المالية 2027. وفي الأخير، المحور الرابع اللي كيتسناه الجميع، شحال غتكلف هذه الإصلاحات والزيادات المتوقعة بالأرقام. نبدأ مباشرة بالمحور الأول، مطالب المتقاعدين وتكلفة المعيشة. أول سؤال اللي يقدر يطيح في بال أي واحد فينا هو علاش هذا النقاش وهذه الإصلاحات بالضبط في هذا الوقت؟ علاش التركيز على ملف الأجور والتقاعد في هذه الظرفية وإحنا كنوجدوا ل 2027؟ هذا راه هو النقاش اللي داير دابا في القهاوي وبين العائلات وحتى في الاجتماعات النقابية. كل شي باغي يفهم السياق اللي جاب هذه القرارات، حيث هذا الشيء كيقيس المعيشة اليومية وما بقاش فيه فين يتأجل. الجواب ساهل وباين، كاين ضغط كبير ديال الواقع المادي. المطالب ديال المواطنين وخصوصا المتقاعدين غادي وكتكبر نهار على نهار باش يقدروا يواجهوا متطلبات المعيشة اليومية. التكلفة ديال الحياة غلات، وحنا هنا ما كنهضروا ليه على الكماليات، كنهضروا على الأساسيات، يعني الماكلة، السكن والدواء والعلاج اللي كيولي مكلف بزاف عند الناس اللي شرفوا عطاو حياتهم للخدمة. هاد التضخم والأسعار اللي طالعة هما اللي فرضوا على الجهات المسؤولة أنها تحرك وتلقى حلول باش الناس تكمل الشهر ديالها بكرامة. وهذا الشيء كيجرنا لواحد المطلب اساسي اللي طرفه، واللي هو كما كتشوفوا ضروره مراجعه المعاشات نحو الارتفاع. هذه ماشي غير فكره دازت شي اجتماع، هذه ولات مطلب رئيسي وخط احمر عند النقابات وفئات عريضه ديال المتقاعدين اللي كيعتبروها مساله غير قابله للتفاوض. المراجعه نحو الارتفاع ولات مساله ضروريه باش هاد الناس يقدروا يسيروا الغلاء، حيت ملي كيكون الصالير ولا المعاش حابس بلاصتو والاسعار كتزيد، ديك الفجوه كتكبر. وهذا المطلب الهدف ديالو هو يرجع التوازن المادي لهاد الأسر اللي كطالب بحقها في الاستقرار. ندوزو دابا المحور الثاني، الالتزامات الحكومية والحوار الاجتماعي، باش نشوفوا كيفاش الدولة كتفاعل مع هاد المطالب. قبل ما نتعمقوا اشنو كنعنيو اصلا بعبارة الحوار الاجتماعي في المعطيات الرسمية، هو كيتعتبر بحسب التعريف الرسمي إحدى الآليات المعتمدة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ومواصلة تنزيل الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي. يعني هادشي ماشي غير جلسة للدردشة، لا، هذه أداة إدارية وسياسية رسمية وقوية بزاف. الدولة كتستعمل هذه الآلية باش تلقى واحد الأرضية مشتركة مع النقابات وأرباب العمل. الهدف هو يتم تطبيق الإصلاحات بلا ما يوقع احتقان أو إضرابات في الشارع، ويتحافظ على الاستقرار الاجتماعي. المثير للاهتمام هنا هو شكون معني بهذا الحوار. التعهد الرسمي ديال رئيس الحكومة باش يحسن دخل المتقاعدين كيشمل القطاعين بجوج، القطاع العام والقطاع الخاص. هاد النقطة بالضبط مهمة، حيت شحال هادي متقاعدي القطاع الخاص كانوا ديما كيحسوا براسهم بحال الا منسيين شوية مقارنة مع الامتيازات ديال القطاع العام. ملي كيتحطوا بجوج في نفس الالتزام، هادشي كيعكس توجه واضح نحو الإنصاف، باش كل شيء يستافد من الحماية الاجتماعية وتتحقق العدالة بين جميع المواطنين بغض النظر على فين دوزوا المسار المهني ديالهم. هادشي كيدينا مباشرة للمحور الثالث، مشروع قانون المالية لسنة 2027، الإطار القانوني والمالي. فين غيتنفذ هادشي كامل؟ هنا خصنا نركزوا على المنشور المؤطر اللي صيفطه رئيس الحكومة للقطاعات الحكومية باش يوجدوا مشروع قانون المالية ديال 2027. هذا المنشور كيأكد بوضوح أن الحوار الاجتماعي راه كاين ضمن الأولويات. شنو كيعني هادشي في كواليس الإدارة؟ كيعني أن الوزارات من دابا بداو كيوجدوا الحسابات والميزانيات ديالهم على هذا الأساس، يعني الفلوس كترصد وتتخصص من دابا. هادشي كيعطي للموضوع طابع استعجالي وجدي، وكيبين أن الوعود بدات كترجم لأرقام وبرامج ملموسة في دواليب الدولة. وهذا الشيء غادي يتم عبر خطوات مضبوطة ومهيكلة. أولاً، تجويد النصوص التشريعية لقطاع الشغل، يعني تحديث القوانين باش تحمي الآجير وتضمن حقوقه في بيئة عمل حديثة. ثانياً، تطوير منظومة التكوين المهني. وغتقولوا لي شنو جاب التكوين المهني للتقاعد؟ سهلة، من الشباب كيتكون مزيان وكيدخل سوق الشغل بكثافة كيولي مساهم نشيط في صناديق التقاعد،
وهذا الشيء كيعاون هذه الصناديق تبقى واقفة وتستمر. وثالثا، وهي النقطة الحساسة اللي كل شيء حاضيها، فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد. هذا الملف ثقيل اللي فيه نقاش طويل على سن التقاعد ونسبة المساهمة، واللي كيخصو شجاعة سياسية باش يتحل ويضمن حقوق المتقاعدين في المستقبل. وأخيراً وصلنا للمحور الرابع، لغة الأرقام الثقيلة والتكلفة المالية ديال هذه الإصلاحات والزيادات المتوقعة. الرقم اللي خصنا نوقفوا عنده مزيان هو 49.7 مليار درهم. 49.7 مليار درهم، هذه ماشي غير أرقام عابرة على الورق، هذه راها الكلفة المالية السنوية اللي كتوقعها الحكومة للإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالحوار الاجتماعي في القطاع العام بوحده لسنة 2027. باش نحطوا هذا الرقم في السياق ديالو، راه كيمثل نسبة مهمة جدا من الميزانية العامة للدولة. ملي كيتخصص مبلغ ضخم بحال هذا، راه كيبين الرهان الكبير والمجهود المالي الاستثنائي اللي خاص خزانة الدولة ديرو باش توفي بهذه الالتزامات في الظرفية الصعبة. اجي نقارنوا هذه التكلفة مع العام اللي قبل باش توضح الصورة أكثر. الكلفة ديال الحوار الاجتماعي في القطاع العام في نهاية 2026 محددة في 48.33 مليار درهم، ولكن في 2027 هذه الميزانية غادي ترتفع ل 46.7 مليار درهم. كنهضروا هنا على زيادة فعلية ديال أكثر من مليار و300 مليون درهم في ظرف عام واحد فقط. قفزه بحال هذه راه ما كتجيش سهله، كتفرض على الدوله تقلب على موارد ماليه جديده، سواء عبر الضرائب ولا تحسين المداخيل ولا اعاده توجيه ميزانيه قطاعات اخرى. هذا الفريق الكبير كيبين باللي كاين قرار حاسم بضخ اموال اضافيه وفعليه لتحريك عجله الدعم الاجتماعي. ايوا فين غادي تمشي هاد الملايير بالضبط؟ الميزانية المخصصة غادي تغطي 3 ديال المجالات أساسية. أولاً تدابير دعم القدرة الشرائية، وهذه كتشمل دعم المواد الأساسية أو تقديم مساعدات مباشرة اللي كتخلي المواطن يقدر يواجه غلاء الأسعار. ثانياً مراجعة الضريبة على الدخل اللي كنعرفوها كاملين بلاير. هذه خطوة ذكية، حيت ملي الدولة كتنقص من نسبة الاقتطاع الضريبي من الصالير، راه بحال إلا زادتك زيادة غير مباشرة في الدخل الصافي بلا ما تزيد في كتلة الأجور الأساسية. وثالثاً الزيادات العامة في الأجور اللي هي الزيادة المباشرة في الصالير. هاد الركائز بثلاثة هما الترجمة العملية لهذه الميزانية الضخمة باش تحسن المعيشة. وهذا الشيء كيوصلنا لواحد السؤال جوهري وعميق باش نختموا هذا الشرح التحليلي في قناة طريق رام. واش هاد الملايير ديال الدراهم المخصصة والزيادات المتوقعة غادي تكون كافية فعلا باش تحمي القدرة الشرائية للمواطن في سنة 2027؟ واش غادي تقدر تلبي المطالب المتزايدة ديال المتقاعدين والأجراء في ظل ارتفاع المستمر لتكلفة المعيشة وللتضخم؟ هذا سؤال كيبقى مفتوح وكيخلينا نتأملوا في المستقبل ديال هذه الإصلاحات والتأثير الحقيقي ديالها على جيوب المواطنين وعلى أرض الواقع في الأيام القادمة.